دونك في حصتنا لليوم حبينا نتحدثوا على الصيف وأحواله وإيجابياته وسلبياته، طرق التعامل مع العطلة الصيفية، ونحطوكم مباشرة من مصر أم الدنيا. هذاك علاش باش يتدخل معنا بعد شوية عبر الواتساب ضيفي الكريم الدكتور أحمد علام، باش نحاولوا من خلال الحوار معاه نفهموا بالضبط كيفاش نستعدوا للصيف، كيفاش نحسنوا يعني المزاج متاعنا في الصيف، كيفاش نحسنوا التصرف فيه وفي العطلة الصيفية على جميع الأصعدة. دونك رباط FM صفحتنا الرسمية على ذمتكم، نجموا تخلونا كومنتاراتكم تساؤلاتكم، كذلك تنجموا تسمعونا على سيت ويب www.arbat.com. دكتور، سؤالي ليك انه فما شكون من الناس يجي لهم اكتئاب موسمي جو دي بيان، مثلا كما في فصل الشتاء، فصل الربيع، الخريف، الصيف. دونك لهنا وقت اللي نقولوا اكتئاب موسمي شنو معناها اكتئاب موسمي؟ هذه واحد. اثنين، شنية الأسباب إذا هو موجود اكتئاب موسمي، وطرق التعامل مع هذا الاكتئاب؟ هو الاكتئاب الموسمي هو نوع من أنواع الاكتئاب بيحدث في الفصول المختلفة مع بداية كل فصل، وقد يستمر أحيانا لمدة أيام، وقد يستمر أحيانا حتى نهاية الفصل على حسب الأحداث اللي بيمر بيها كمان الشخص مع هذا الاكتئاب. فيحدث اكتئاب ربيعي، اكتئاب خريفي، اكتئاب شتوي، اكتئاب صيفي. في هذا النوع في هذا الوقت يكون هرمون السيروتونين او المقصود به هرمون السعاده بيحصل له تقليل، او ان هو بيقل شويه في جسد الشخص، فبيعمل او في الدماغ فبيعمل هذا الامر. هذا الهرمون مسؤول عن امور مختلفه، من اهمها هي الحاله المزاجيه لكل شخص، وهي كمان مسؤول عن معدلات النوم، معدلات التركيز. فبالتالي هذا الهرمون عندما ينقص مع تغير الفصول فهذا يؤدي احيانا الى ان الشخص يشعر باكتئاب، يشعر بحاله مزاجيه يعني غير طبيعيه او غير معتاده بالنسبه له. اذا كان في مع هذه الحاله بعض الاحداث السيئه التي يمر بها او الضغوط القويه اللي بيمر بها، فالاكتئاب هنا قد يزيد او قد تزيد الفتره بتاعته. اما اذا مر باوقات عاديه فيعني يستطيع ان هو يمر من هذه المرحله بتناول الاطعمه الطازجه والاسماك والخضروات الطازجه والالبان والبيض والجبن، دي كلها تستطيع ان هي تعوض مثل هذا الهرمون. كذلك التعرض لاشعه الشمس لفترات يعني 10 دقائق تلت ساعه يوميا، هذا برضو كافي لرفع هذا الهرمون. دونك يعني كيف يجي الاكتئاب، يعني هل نستطيع يعني استعمال أدوية دكتور أو ما تنصحش بها؟ يعني أنا ما بنصحش، ولكن في ناس لما الحالة تزيد يستطيع أنه هو يستعمل أدوية تحت إشراف الأطباء بالطبع. وهنا بقى يعني إحنا بنلقي الضوء عليه. لماذا نلقي الضوء على مثل هذا الأمر؟ نلقي الضوء لأن إحنا في الأسرة لما بنلاقي حد حالته المزاجية مختلفة عن الظروف العادية، خاصة مع عدم وجود أي مؤثر خارجي، هنا نتعامل معاه ونخلي بالنا إن إحنا نحاول نراعيه، نتكلم معاه بالحسنى، نضحك في وجهه، نحاول نقدم له المساعدة، نحاول نتجاوز عن زعل وتوتره، ونقول له نعرف ان هو قد يمر بمثل هذه المرحله من الضيق ومن الحزن، فنمر هذه المرحله او تمر بسلام. اما لو توقفنا عند هذه المرحله وفضلنا نقول هو انت ازاي تعمل كده، ازاي تزعق، ازاي تعلي صوتك، ازاي تنظر، هنا هيزيد المشكلات الاسريه، خاصه كمان لدى المراهقين اللي هم كمان بيمروا بتغيرات في الهرمونات الخاصه بهم، فبرضه بيغير مزاجهم دون ان يشعروا. واضح. دونك دكتور، سؤال أخير، يعني لأنه التزاماتك أنت قلت لي يعني عندك التزامات، كان بودنا أنه تبقى معنا يعني بأكثر وقت. إن شاء الله أكون معاكم قريب إن شاء الله تاني بإذن الله، وتاني بإذن إن شاء الله في الحصص إن شاء الله القادمة بإذن الله تكون ضيفي كذلك. دونك السؤال الأخير دكتور، كيفاش نختاروا الزيارات والأماكن التنزه اللي بالحق يعني تريحنا وتريح المزاجية متاعنا؟
يعني أكيد الأماكن اللي بتريح الحاجات المزاجية، الأماكن المفتوحة، الأماكن اللي فيها البحر أو الشواطئ، هذه الأماكن اللي فيها بعض الهدوء، بعض حالات الاسترخاء، ممكن يكون أماكن فيها موسيقى هادئة، ما يكونش فيها الموسيقى الصاخبة والأغاني الصاخبة، ما يكونش أماكن فيها ضجيج ودوشة وزعيق وتوتر، يكون فيها أعداد كبيرة جدا أو غفيرة من الناس. نحاول ننتقي أماكن تكون يعني الأحوال فيها رايقة نوعا ما وهادية، هنا ممكن تكون بتؤدي إلى تحسين الحالة المزاجية. كذلك تكون أماكن محببة بالنسبة لنا، وتكون محببة زي ما احنا قلنا لأفراد الأسرة، خاصة الأماكن المفتوحة والأماكن اللي فيها بحار أو شواطئ، فدي برضو أماكن محببة للنفس وأماكن فيها تغذية للروح يعني قبل الجسد. شكرا لك دكتور أحمد علام.